السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ بكم بخير وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس. تعادل النادي الاهلي مع شباب بوليسداد. انا هقول لك انا لابس النضارة دي ليه يعني. 0-0 في مباراة شهد فيها تألق محمد هاني وطاهر محمد طاهر. انا لو فعلا راجل بحلل كورة في قنوات، ياخدوا 10/10. بص يا معلم، انا لابس النضاره دي لان انا وعيني وجعتني النهارده من الماتش بتاع النادي الاهلي ده عايز اقول لك ان ده من اسوأ الماتشات اللي انا شفتها في حياتي للنادي الاهلي. انا مش مجبر ان انا اتفرج على ساعه ونص على ماتش زي ده، غير انا بعشق النادي ده والله العظيم. قسما بالله لولا النادي الاهلي والله العظيم ما هتفرج على الماتش ده نهائيا، واي حد بيحب الكوره عموما. لان انا مش مجبر ان انا اشوف جبهه زي بتاعت الجبهه بتاعت طاهر ومحمد هاني. يعني يجي لنا الاستنطاء والبخل الاتنين مع بعض. الاستنطاء اللي هو زي ايه، اللي هو لا مؤاخذه تجيب التفاهم يعني، والبخل اللي هو بتاع فريد شوقي. انا بكلمك بجد، اتفرج على المسلسل ده هيعجبك قوي. البخل اللي هو ان اللعيبه دي بخيله على نفسها، بخيله على المشاهد ان هو يتفرج على كوره. اول حاجه طبعا ان في نجوم المباراه، يعني اللي هو مصطفى شوبير وعبد المنعم وياسر، يبقى دول نجوم اللقاء. او اي مدافع او اي جول كيبر في العالم يبقى ده، يبقى هم نجوم اللقاء في اي منتخب او اي فريق. تعرف اللي انت كان محطوط عليك يا معلم. فيعني انا عايز اعرف، بس عايز اسال كولر النهارده. انا والله العظيم ما شفتش كولر النهارده في على الخط. يعني انا ما شفتش كولر لابس ايه، لابس اصلا اسود، لابس ازرق، لابس حاجه. فسيبك يعني من النضاره اللي انا لابسها دي بجد والله، والهزار اللي انا قلته يعني. هو كولر كان قايل لهم ايه النهارده يعني؟ يعني كان قايل لهم يعني العبوا كده، عايزين ناخد نقطه. ايه يا جماعه، انتوا بتخافوا؟ انتوا النادي الاهلي بجد؟ قال لهم كده يعني ولا ايه يعني؟ انا مش فاهم والله. يعني هو كولر قال لهم النهارده يلعبوا بالشكل العفن ده؟ لعيبه مش عارفه تبص بصتين على بعض، لعيبه ما بتعرفش ترفع، لعيبه ما بتعرفش تدافع، لعيبه ما بتعرفش تشيل بعض حتى لو شكلهم وحش. الجيل ده برضو عندهم مشكله، ان هو انا بحس ان هم ما بيعرفوش يشيلوا بعض. يعني الوحش قوي بيبان جدا. انا كنت بشوف قبل كده الجيل اللي قبليه بتاع تريكا وبركات، حتى لو كان اللاعب وحش كان بيتغطى، يعني كان تحس ان في ستر كده عليه. انا النهارده الاقي محمد هاني بيتلم من طوب الارض. انا لو لعبت بحالتي البدنيه دي هقطعه كوره. يا راجل ده مش يعني قول دفاعيا وحش، طب ارفع يا جدع. عمل كوره في اخر دقيقه في بطن الواد. طبعا انت عارف يعني بعدها بيبقى ايه اللي بيحصل يعني. يعني طبعا تعرف ايه اللي بيطلع من حرقه دمك، اللي انت تتفرج على باك رايت النادي الاهلي بيرفع كوره في بطن المدافع في اخر دقيقه وانت خسران. لو انت كنت اسف وانت متعادل 0-0، ما انا مش التعادل يعني خساره عموما يعني في النادي الاهلي. يعني الاهلي بالنسبه لي يعني فوز بس. تخلف تسميها بقى تخلف عقلي، تخلف ان الكوره مكسب مخسوره، ما عنديش الكلام ده. انا عندي ان الاهلي بيكسب بس. فده يدل عن ايه؟ في اسباب. يعني اي مبرر، بص بقالنا حوالي يا راجل، بقالنا اكتر من 15 سنه الحجج. اول حاجه اللعيبه مجهده، اللي هم اصلا بقالهم شهرين. تاني حاجه اللعيبه الاستاد بتاع الجزائر صعب جدا وما نعرفش نلعب عليه، ما تفهمش ليه يعني، بيتخضوا قوي يعني. تالت حاجه والله الجماهير اثرت علينا جدا. اللعيبه دي ما بس كانوا بيرفعوا ليزر علينا، كانوا بتشغلوا ليزر في عينيك. رابع حاجه كولر، لا اسف قبل كولر، رابع حاجه الحكم. طبعا الحكام في افريقيا انتوا عارفين يا جماعه، بيبقى في ماتش فيه جمهور للمنافس، اي لمسه بتبقى يعني الحكم ممل اصلا. اي لمسه علينا بفاول، عملت اوعى فاول. دي الحكام بتاعتنا في القاره يعني، ما تفهمش ايه اللي بيحصل لهم. اي حكم بيحكم للمنافس او اي حكم بيحكم لصاحب الارض، ما تعرفش ايه اللي بيحصل له. لازم يتزعق له، لازم يتشتم له، لازم كل حاجه عشان تاخد، عشان يمشي مظبوط. يا اما كده ما تعرفش الحكام بتخاف من الجماهير.
وعندك طبعا مستر كولر طبعا اللي بيعمل التغييرات. انا بتغاظ منك يا كولر، كل مره بتعمل تغييرات بعد الدقيقه 60. النهارده انت عملتها بعد الدقيقه 70. وبعد كده اللي نرفزنا اكتر التغييره بتاعت في الدقيقه 86، جايب لي عمرو السوليه، منزل عمرو السوليه مكان امام عاشور في الدقيقه 86، منزل كهربا مكان موديست. هو يعمل لك ايه في 4 دقائق؟ بجد والله هو يعني انت منزلهم ده ليه يعني؟ بطلوا كوره، ما في ايه يا عم؟ ما تلعبوا يا عم، ما تغير يا عم بعد شايف ان الفرقه زي الزفت، ما تلعب يا عم بالشوط الثاني، تغير يا عم وتشوف فرقتك يا عم. تسيبوا لحد الدقيقه 70. وايه النهارده ان انا اشوف اكرم توفيق ومروان عطيه اسوأ نص ملعب شفته بقالي من اول ما شفت الكوره. الاثنين بيعملوا نفس المهام، هي الاثنين اصلا 6. اكرم توفيق نسي المركز، بقاله كتير ما بيلعبش في المركز ده، بيلعب باك رايت. فيوم ما يرجع ده نص الملعب مش ده اكرم توفيق اللي انا اعرفه. كنت ممكن تلعب قفشه، كنت ممكن تلعب عمرو السوليه، انما هما الاثنين هما الاثنين بيلعبوا نفس 6 على نفسه على الدايره كده. حلو، هو واكرم وامام عاشور مثلا بيلعب ناحيه الشمال ومخلي اكرم ناحيه اليمين يعني، ولا ايه يا عم ده؟ اكرم مش مهاري، اكرم كحيد، اكرم اصلا النهارده كان ممكن يتصاب. في يا عم ما تلعب يا عم عمرو السوليه يا عم او قفشه، كنت تلعب بمروان عطيه او اكرم توفيق وتلعب بقفشه او امام عاشور وتلعب بقفشه. فانت قاعد النهارده شباب بلوزداد النهارده كان ممكن يكسب لك 4 5 6 لولا عبد المنعم وياسر اللي هو مان اوف ذا ماتش. هم الثلاثه يعني، وبالذات ياسر ومصطفى شوبير. لا انت اطمنت، احلى حاجه في الماتش النهارده هو مصطفى شوبير بالنسبه لي انا، لان عندنا الجول كيبر عندنا. لا مصطفى شوبير لا هيجي منه، لا مصطفى شوبير اصلا خامه كويسه، لا مصطفى شوبير موهوب. فده اللي في الماتش. انما شباب بلوزداد اصلا لولا ستر ربنا كان ممكن يكسبك 4 5 6. احنا ليه كل مره في المجموعات بيحصل معانا نفس القصه دي؟ هو انتوا يا جماعه بجد انا ما اعرفش والله، انا حاسس ان هي في دماغكم يعني. هل بجد يعني بعد ما خدتوا يعني اي بطوله احنا بناخدها بصعوبه لازم نعمل في المجموعات كده؟ لازم نقعد نحسب لها بالورقه والقلم والاله؟ انتوا ليه بتعملوا كده ليه تعملوا معانا كده يا جماعه؟ والله انت راجل بتلعب في النادي الاهلي، احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في الشرق الاوسط، بتاخد مرتبك. انا مش ذنبي ان انا اشوف الزفت اللي انا شفته النهارده. انا قاعدين النهارده الجو اصلا قاعدين انا يعني قاعدين انا واصحابي نتفرج على الماتش والله العظيم يا جماعه في القهوه. خلاص يعني كل واحد قاعد لولا بس النادي الاهلي اللي انا بنتفرج عليه عشان ده النادي الاهلي. غير كده قسما بالله لو اي فرقه تانية غير النادي الاهلي ما اتفرج على الماتش. انا هدفع على ساعه ونص عاملين كده، وكل شويه نمسك موبايل مثلا اللي هو ايه وبنشحت هجمه. تصدق النادي الاهلي يا معلم ما شاطش كوره اون تارجت على الراي بتوع محللين والكلام ده. الاهلي ما شاطش كوره اون تارجت، ما شاطش كوره ما بين الثلاث خشبات. الاهلي عمل كورتين النهارده بس، حسين الشحات الكوره في الشوط الاولاني اللي اترفعت واستلمها عالميه وكان ممكن يحطها على الارض اجمل. والكوره بتاعت كريم فؤاد اللي في اخر دقيقه برضه كوره بالهيد دي. ده النادي الاهلي اللي عمله النهارده. النادي الاهلي اصلا من قبل كاس العالم ده المستوى بتاعه. ما اعرفش اللعيبه دي الجيل ده بالذات لازم يتحط في ماتش مهم، في شو، في ان كل العيون هتبص عليا الماتش ده. او انا مثلا زي ماتش الاتحاد، قال لك الاتحاد هيكسب، فالنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بالذات هياخدوا الماتش ده بجديه فوق ال 100%، قاعدين مركزين ال 90 دقيقه ما فيش هفوه. انتوا عايزين تلعبوا كده بجد يا جماعه والله؟ ما هو برضو الحظ برضو مش هيلعب معاك. السنه اللي فاتت صن داونز واطهر الطاهر عدوك ولعبت نهائي وكسبت. السيزون ده الله اعلم، بس ده مش مبشر اصلا. فهو ده يعني ملخص الماتش. فعايز تتفرج على ملخص الماتش اتفرجش عليه يا معلم والله، اتفرج عليا انا بجد والله، اتفرج عليا انا ده اللي حصل في الماتش كله. شباب بلوزداد يا معلم الشوط الاولاني ليهم جونين محققين، الشوط الثاني ليهم جونين محققين زيهم، ومصطفى شوبير شال له كورتين وفاول بتاع العارضه اللي هو بتاع مش فاكر اسمه بن عياد. الكره الفاول اللي احنا ما شفناهوش بقالنا كتير ما شفناهوش الا شفناه بس مقام علي معلول شويه في كاس العالم للانديه.
هو حط الفاول من هنا وجت في العارضه لولا ستر ربنا، عشان مصطفى شوبير يطلع بس كلين شيت عشان الضغوطات والله اللي عليه. غير كده ده الماتش كله والله العظيم. فبس هو ده يا معلم ملخص الماتش كله. الاهلي معاه 6 نقط. الاهلي لو كان معاه سان داونز الموضوع كان هيختلف، او كان معاه الترجي، لا الترجي واقع، او الوداد برضه واقع. مفيش غير سان داونز بس حاليا اللي على الساحه حاليا دول سان داونز، غير كده مفيش حد تاني. وسان داونز بقى اصلا حاليا بيركبك نفسي مش كوره. فهو ده ملخص بقول لك القاره والماتش النهارده واللي حصل. غير كده اي حد يقول الكلام ده مفيش كلام تاني، هو ده الماتش يا ماتش. فبس يعني نادي الاهلي هو المتصدر حاليا. انت هتلعب مودياما بره الارض وهتلعب يانج افريكانز هنا. ضيعت احسن 18 بوينت، حرفيا 18 نقطه كانوا في جيبك يا عم. قول 15 نقطه من ماتش يانج افريكانز اللي تعادلت معاه، كنت 1-1. ماتش شباب بلوزداد 0-0 و0-0، كنت ممكن يا عم تكسب ماتش بتاع القاهره. كسبت مودياما ده بس على ارضك، يعني كان كنت عايز تخسر كمان ولا عايز تتعادل. فهو ده ملخص الليله كلها. يا رب التوفيق يعني للنادي الاهلي في المطوشه الجايه، اذا كان دوري كاس ربنا يستر، او افريقيا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بس كده ده خلصت الفيديو ده، خلصت الماتش اصلا كله. يا ريت بس قبل ما ننهي الفيديو تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. بس كده، سلام عليكم.